في أماكن كتير مهجورة حول العالم بتحس إنها بتحمل نوع من الكآبة، وفي منها اللي بيقال إنه مسكون بالجن. لكن وسط الكلام والأفكار دي كلها بتلاقي في أماكن مهجورة شكلها جميل جدا من الداخل، كل حاجة فيها منسقة ومرتبة كأن بالظبط في ناس عايشة جواها. الغريب إن في بعض المغامرين بتحب تستكشف الأماكن دي سواء بالنهار أو وسط الضلمة بالليل متأخر، ومحدش فيهم بيفكر في العواقب اللي ممكن تقابله هناك. يعني في مرة مغامر دخل بيت مهجور واكتشف إن في راجل عايش لوحده في المكان ده. انت متخيل إن في حد يعيش في مكان من غير إضاءة وما يصلحش أصلا للسكنة فيه؟ مغامر تاني أجنبي دخل منزل مهجور وبيقول إن هو اكتشف جثة مرمية جواه، وساعتها خاف إن هو يبلغ الشرطة، ربما يتم اتهامه بشيء هو ما عملهوش أو ليه أي علاقة بيه. ومنهم اللي دخل الأماكن دي واتعرض لنشاط خارق للطبيعة، ومغامرين محظوظين اكتشفوا كنوز وحاجات أثرية كانت مدفونة جوه المنازل دي من زمان. في منزل صغير داخل إحدى غابات فرنسا المستكشفين دخلوا جواه، وده منزل لصياد مهجور بقاله سنين طويلة. المهم لفت نظرهم إن المكان شكله نظيف ومرتب إلى حد ما، وده بيعتبر لغز غامض لأن الأماكن دي من المفترض إن هي بتكون مليانة تراب وتكسير وحشرات وحاجات كلها يعني من النوع ده. أثناء ما هم بيتجولوا في منزل الصياد اكتشفوا عدد كبير من الحيوانات المتحنطة جواه، وده يعني نوع من الديكور بعض الناس بتحب إنها تعمله. شايف انت الترابيزة دي عليها زي قرون ماعز أو غزال، الله أعلم، وعليها زي حافر حصان أو حيوان تاني يعني. أنا عن نفسي مش قادر أحدد الحاجات دي بتاعت إيه بالظبط. لو انت تعرف قولي في التعليقات. ولو انت أخدت بالك من الإزازة اللي مركونة جنبهم هتلاحظ إن هي مشدودة بجلد التعبان. في مرة سمعت إن الحاجات دي بيستخدموها في السحر الأسود وأعمال الدجل والكلام ده كله يعني. بغض النظر، تحس كده إن يعني البيت ده بالليل بيكون مرعب جدا. ده حتى كمان حاطين حيوانات، أو بمعنى أصح رؤوس الحيوانات على الكراسي والكنب، وكأنهم يعني ضيوف أو جزء مهم من المكان. قولي في التعليقات، تقدر تدخل المكان ده بالليل ولوحدك ولا بصراحة كده هتخاف منه؟ ولحد هنا الفيديو انتهى، وإن شاء الله بكرة هنتكلم عن قصر آدم لمب المسكون. ولو عجبك الفيديو ده ادعمني بلايك واشترك في القناة وتابع كل جديد أنا بقدمه. أهم حاجة رأيك في التعليقات دلوقتي، وشارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك وأقدر أستمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.